السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو نحاول نشارك معكم كيفاش يمكن لنا ناخذوا الوزنه لتركيب سيراميك حمام. فاول شيء هو كنقيسوا الارتفاع ديال الحمام من السقف للارض. من بعد كناخذوا الوزنه ديالنا بناء على السيراميك اللي غنركبوه. فضروري ان في البلاطه الاخيره اللي غتكون في السقف هذه خاصها تكون بلاطه تامه. لهذا كناخذوا القياس ديال السيراميك. فمثلا السيراميك عندنا فيها 30 سنتيم، لهذا فالوزنه كلها تمشي بناء على هاد 30 سنتيم اللي عندنا في السيراميك. لهذا كناخذ الوزنه من السقف وكننزلوا بها لعند الدراع. الدراع هذا موزون بميزان ليزري او ممكن توزنوا بميزان الماء، يعني مش مشكل. هنا جاتنا 3 متر وسنتيم، ف 3 متر هو القياس او العدد ديال البلاطات، وهذاك السنتيم كيمشي لينا في دوك الفراغات اللي ما بين السيراميك، يعني الفواصل. فمن بعد ما حطينا الدرعان في الحمام، يعني الوزنه ديالنا كلها دوزنا على الحمام بميزان الماء او ميزان ليزري، ف كنبداو بعد ذلك التركيب. فهذه هي الوزنه، يعني بالدرعان هما كلهم حطيناهم على الحمام، يعني مشات وزنه واحده كلها. يعني هذه من احسن، يعني باش ما يحاولش يهرب لك تهرب لك الوزنه، او مثلا تجيك جهه في زاويه بنص سنتيم او سنتيم، ولا يعني هكا احسن. كتضبط المسائل ديالك وكتمشي الامور 100%. فمن بعد ذلك كنبداو نركبوا. في التركيب كنحاولوا دائما في الواجهه، يعني الحيط اللي في المدخل لما كتدخل من الحمام كتلقاه هو الواجهه ديالك، كنبداو به هو الاول هذا. فكنبداو به بناء ببلاطه تامه. كنحطوا البلاطه ديالنا وكنمشيوها. كان عندنا شي قص كنخلوه في الجانب، ما كانش عندنا القص راه كتجيك البلاطه تامه، يعني على حسب العرض او القياس ديال الحيط، يعني 2 بلاطات 3 4 على حساب. كان عندك قص راه غادي تقص. كاين بعض المهندسين كيضبطوا المسائل هذه، يعني كيعطيك القياس ديال البلاطات مضبوط، يعني ما فيش القص. وكاين الحمامات اللي كيكونوا قدام هذوك غالبا ما كيكون فيهم القص. ودائما العيب نخلوه لورا الظهر ديالنا، يعني انت جاي داخل مع الحمام، العيب كيكون في الجهه اللي فيها الباب، يعني كل القص يكون من جهه الباب، ما نخلوش في الواجهه. كان هذا اخواني اهم النقط الرئيسيه اللي ممكن ان تخاد بعين الاعتبار في اخذ وزنه ديال تركيب السيراميك ديال الحمام. فكنتمنى اخواني يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تخلوا واحد التعليق، اشتراك في القناه، القلب الابيض رجعه احمر. حاول هذا الفيديو دير ليه حفظ عندك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله، في انتظار فيديو جديد. أو السنة تمشي عصريني